السلام عليكم. يلا نعمل فكرة غدا اقتصادي سهل وسريع بكل بساطة. هو أكلنا اللي موجود في كل بيت، بس احنا بنحب ندلع الأكل وهنعمله بطريقة مختلفة. أكيد انتم عارفين احنا بنحب ندلع الأكلات بتاعتنا ازاي. من كوباية دقيق هنعمل 6 سندوتشات كريب مقلبصة ومشبعة جدا جدا جدا، وتقدري بس تستخدميها في أي حاجة حباها، مش بس في غدا عشاء. تقدري تعمليها في رحلات، في خروجة، في سهرة، في أعياد ميلاد، براحتك. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأشرف السلام، ونبدأ وصفتنا على طول. في البداية كده أنا استخدمت الكوبايات المعيارية، ضفت منها اللي هي 250 ملي السعة بتاعتها. ضفت منها كوبايتين من اللبن، على فكرة ده لبن بودر اللي هو اللبن نيوزيلندي. لو هتستخدمي لبن حليب يبقى تمام، تضيفي كوباية من اللبن الحليب اللي هو البقري أو الجاموسي، وتضيفي كوباية مية قصادها. واستخدمت بيضة واحدة بس، علشان بس ايه يخلي كده طعم الكريب بتاعنا ولونه حلو قوي. وهتبل بشكل بسيط جدا، هما شوية ملح وفلفل اسود، لا اكتر ولا اقل. لو حابة تضيفي اي توابل تانية اختياري ليكي طبعا، زي ما تحبي ضيفيها. وهضيف كمان دلوقتي هنا شوية من الخضار. هقسمهم بالنص، هخلي شوية للكريب، هنعمل كريب بالخضار، وهضيف شوية كمان للبطاطس. بس الاول هضيف كده 15 ملي من الزيت النباتي، ما يوازي كده معلقه كبيره من معيارات المعالق المعياريه. بس المعالق المعياريه دي كبيره ومحمله شويه، فلو هتضيفي كده بالمعلقه بتاعه الاكل البيتي فضيفي معلقتين 3 كده من الزيت، عشان ما يتقطعش معانا ويبقى جميل كده. هنشوفه احنا بنسويه في الاخر. وهنا ضفت مجموعه كده من الخضار، اي خضار حابه تحطيه قطعيه وحطيه. في الكبه فرمتهم فلفل اخضر وكزبره ناشفه وشبت. طبعا كل حاجة فيهم بتدي قيمة غذائية حلوة جدا جدا، وبتدي ريحة كمان للأكل جميلة جدا جدا. وضفت كوباية واحدة بس برضو من الكوبايات المعيارية، اللي هي كانت السعة بتاعتها 250 ملي، ووزن حوالي 155 جرام كده يعني. طبعا الدقيق احنا بنضيفه كده، ومش هنضيف اكتر من الكوباية دي لغاية ما نشوف القوام بتاعه. احنا مش عايزين الكريب بتاعنا يبقى تقيل، لا احنا عايزينه كده يبقى القوام بتاعه سائل شوية كده، يعني علشان يطلع معانا زي الفطير كده، زي الرقاق لما نيجي نعمله في الاخر. نيجي بقى للطاسة، نجيب طاسة غير لاصقة ونخلي النار الاول هادية، وبعدين نخليها وسط، يعني لا عالية ولا هادية قوي. النار لو هادية قوي هينشف معاك الرقاق هو فعلا رقاق هينشف معاك الكريب، لان اصلا احنا عاملينه بطبقة خفيفة. ودايما ما تخليش طبقة الكريب تقيلة يعني كتيرة، الكريب اللي هتحطيه او السائل بتاع الكريب اللي هتحطيه، علشان ما يبقاش الواحدة معاكي تخينة كده. خليها كده لا طبقة رقيقة، هتديكي كمية اكبر، وهتبقى معاكي كده بجد بجد كان زي الرقاق. والله العظيم الفطير ده الكريب ده طعمه مميز قوي، كريب بالخضار بجد في حتة تانية. وبقولك كمان ان احنا لما بنضيف كمان هنا الكريب بنحطها كده في الطاسة، ومش بنيجي جنبها نهائي غير لما نتأكد تماما ان هي اتشمعت كده من فوق، ما عادش فيها اي سائل للعجينة. بسلكها كده من الجناب وبرفعها على طول وبقلبها زي ما شفتيها دلوقتي. بقول لكم تستاهل لايكات بقى، لايكات عشان الوصفة توصل لكل الناس. وكمان في نقطة مهمة جدا جدا، لما نيجي نضيف الكريبة التانية واحدة ورا التانية لغاية ما نوديها المكان بتاعها وكده، ما نسيبش الطاسة تبرد معانا. لو الطاسة بردت معانا اول ما تحطي كده الكريب بتاعك لا هيتخن كده وهيكتل في حتة واحدة، ومهما عليتي النار عليه بعدين مش هتعرفي توزعيه. فنخلي النار كده درجة حرارة الطاسة كده متوسطة كده وكويسة، علشان الكريب بتاعنا اول ما احطه يتوزع معانا على طول، يبدأ يتشمع تماما. واهم حاجه في تسويه الكريب ان احنا مجرد ما بنحطه في الطاسه بننزل بيه في الطاسه، خلاص ما بنجيش جنبها نهائي لغايه ما تتشمع كده لفوق، ونبدا بقى نسلكها من على الجناب ونقلبها. انا بقى لما بطلعهم مش بحطهم فوق بعض، لو حطيناهم فوق بعض هيعجن كده وهيلزق في بعض ومش هتعرفي تتصرفي فيه ابدا. برصهم كده على رخامه او على صينيه كده زي ما انا عملت، وشايفين الرقاق طالع معانا طري. الرقاق عماله اقول رقاق، هو فعلا رقاق. الكريب طالع معانا طري وجميل ازاي، وشكله وريحته بجد جميله جدا جدا. معايا هنا نص كيلو من البطاطس، وحطيت عليه باقي كميه الخضار اللي هو فلفل اخضر او فلفل الوان وكزبره خضراء وشبت. وبرده هحط ملح وفلفل اسود وكمون، لا اكتر ولا اقل. في حاجه اسهل من كده؟ بس قدمناها بطريقه مختلفه وبسيطه وسهله وجميله جدا جدا. البيض بالبطاطس ده وجبه مشبعه جدا جدا، جوع اخر الليل كده زي ما بيقولوا، ومش متعبه ولا اي حاجه.
حابه تحطي الخضار تمام، لو مش حابه شيليه تمام، مفيش اي مشكله. هنيجي بقى للبيض. البيض ممكن تكتفي بنص كيلو بطاطس ده تحطي له بيضه واحده بس مسلوقه او بيضتين، مش هيفرق تماما كميه البيض، بس انا علشان عايزه ادي قيمه غذائيه اكبر لاولادي فانا حطيت كميه البيض دي. وهحط لها كمان دلوقتي معلقتين من الزيت النباتي برضو يكون طعمه حلو، بس انا ما حطيتش الزيت طبعا قبل ما احط البيض، علشان لو حطيت الزيت قبل ما احط البيض هيتزحلق البيض ومش هيتفرم معانا. على فكره عايزه تحطيهم في الكبه عادي، ممكن برضو احطيهم في الكبه واديهم ضربه كده ولا اتنين وخلاص، وكله هيبقى هيتخلط مع بعضه الميكس ده وهيبقى جميل برضو. كده خلاص كنا جهزنا الكريب وكمان جهزنا الحشوه اللي هنحطها فيها، وزي ما قلت لك تقدري تغيري في الحشوه زي ما تحبي. وهنا كانت برضو المقطع هو تعاد تاني، وبقول لك اهم حاجه انك انتي ما تحطيش الكريب لما تطلعيه من الطاسه كله على بعضه، علشان ما يعجنش معاكي ويلزق في بعض، هيبقى فعلا مش لذيذ، هيتقطع ويتبهدل معانا تماما. احنا طبعا مش هنحطهم، مش هنجهزهم واحده واحده، لا خالص، احنا هنحطهم كلهم كده مع بعض، ونيجي بقى على الظهر مش الوش عشان شكلها يبقى حلو كده في الاخر. وهنبدأ نضيف الحشوة اللي احنا عملناها. هنحط البيض بالبطاطس، هحطهم كلهم كده على بعض مره واحده، وهبدا اقفلهم كلهم مره واحده، وبعدين هرصهم في الطاسه. على فكره تقدري تكتري الكميه دي بنفس كيلو، نص كيلو البطاطس والبيضه تحطي بدل ما انا حطيت كوبايه دقيق تحطي كوبايتين دقيق، وتزوديهم مثلا كوبايه من الميه تاني فوق اللبن اللي احنا حطيناه، وتعملي 12 واحده من الكريب بنفس الحشوات اللي احنا عملناها. بس كل الفكره انك انت هتقللي شويه البيض بالبطاطس اللي احنا حطيناه، او الحشوه اللي انت عايزه تعمليها براحتك يعني. كده كنا خلاص جهزناهم كلهم ولفيناهم كلهم كده مرة واحدة. هي بس نقطة من الزيت في اي صينية، وهدخلهم الفرن دلوقتي عشان يقرمش بس كده ويحمر من فوق، ويبقى شكله كمان وطعمه كمان جميل زي شكله في الاخر. هنا الخطوة اللي جاية دي اختيارية، انا حبيت الاختصار للوقت والمجهود، حبيت احط لها كده موتزاريلا من فوق واحطها كده في الفرن. لو حابه تحمريها في الطاسه من غير اي حاجه تمام مفيش اي مشكله على البوتاجاز. لو حابه تحطي لها مثلا معلقه صلصه تدهني بيها الوش مفيش اي مشكله برضو، بتبقى جميله جدا. لو عايزه تعمليها برضو مثلا معلقه دقيق ومعلقتين لبن كده وتعمليها بشاميل وتحطيها على الوش برضو مش هتفرق، هتبقى جميله جدا جدا جدا. في كل حاجة حطي فيها اللي انت تقدري عليه وامكانياتك ووقتك اللي يسمح بيه، ما تتقيديش ابدا باللي انا بعمله او بغيري بيعمله. تقدري تقدميها مع كاتشب ومايونيز طعمها حلو قوي قوي الوصفه دي بجد، يا ريت تجربوها، وانزلي بقى في القناه هتلاقي حاجات حلوه كتير ان شاء الله هتستفادي منها، كلها حاجات اقتصاديه وحلو وحادق. وان شاء الله هسيب لكم تحت في صندوق الوصف لينكات كتير لفيديوهات حلوه قوي هتستفادوا منها، كلها سهله وسريعه. ولو اول مره تشوفيني يا ريت تعملي لي لايك واشتراك، وباذن الله تجربوها وتعجبكم، وما تنسلوش باللايك والدعوه الحلوه والشير للقناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسيب لكم كمان صور لفيديوهات حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله، صور لحاجات عملناها في القناة، فيديوهات حلوة قوي قوي ان شاء الله هتعجبكم، عشان تنزلي بقى تتشجعي وتاخدي لفة في القناة. هسيبها لكم اخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.